هنعمل النهاردة صوص كراميل بأرخص التكاليف والنتيجة مبهرة. من غير تعب ولا تكاليف عملت أحلى صوص كراميل. ومن حلاوته صوص الكراميل ده إنه ينفع مع كل حاجة. انزلي بقى بكوبايتين ونص من الحليب، عليهم كوباية وربع من السكر، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. قلبيهم كده تقلبتين وانزلي بيهم على النار بقى، وافضلي قلبي فيهم، ويكون طبعا على نار متوسطة. واول ما يغلي يا جماعة هنبدأ نشيل الريم اللي على الوش ده، وهنفضل نقلب فيه لغاية اما يتقل معانا. هياخدوا معاكي على النار حوالي نص ساعة إلا 5 دقايق بالظبط. المهم ما تشيليش ايدك من عليه عشان ما يفرش، يعتبر الكمية هتقل للنص. هنا هقول لكم بقى ايه الفرق ما بينه وما بين اللبن المكثف. هنضيف ليه بقى كيس الكراميل او نكهة الكراميل لو عندكم. لو متوفر عندك نكهة الكراميل هتضيفيها، لو عندك الكراميل كيس الكراميل ده هتضيفيه. ولو ضفتي نكهة الكراميل طبعا ضيفي لها لون غذائي لونه بني. وبعد ما حطينا كيس الكراميل هنبدأ نقلب فيه كده لمدة 5 دقايق. بعد ما نطفي على النار على الكراميل بتاعنا هنضيف معلقة صغيرة من الزبدة. بعد بقى ما يبرد معاكي شوية او يهدى شوية اضربيه بالهاند بلندر او حطيه في الخلاط واضربيه. وكمان ممكن تستغني عن الخطوة دي. سيب الكراميل بتاعك بقى يبرد، لان كل ما بيبرد كل ما بيتقل. واحفظيه بقى في برطمان في التلاجة عادي يقعد معاكي لغاية 6 شهور. بجد الطريقة بسيطة والطعم يجنن، لازم تجربوه. حلاوة صوص الكراميل ده انه ينفع مع كل حاجة، وكمان عملناه من غير تعب ولا تكاليف. عملت احلى صوص كراميل. جربوه بقى على الكيك او البان كيك او حتى اي نوع من الحلويات. بجد لما تعملوا صوص الكراميل ده هيبقى اساسي عندك في المطبخ. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.